بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف خلق المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله يا باشمهندسين، هنبدأ مع بعض بإذن الله تعالى الجزء الخاص بالاستراكشر. احنا خلصنا الاوفيس بيلدينج بالنسبة الخاصة بالجزء الخاص بالام اي بي، سواء ميكانيكال الكتريكال بلامينج كل شيء، لوحات اخراج الكلام ده كله اتكلمنا عليه بإذن الله الحمد لله رب العالمين. فهنبدأ النهارده مع بعض إن شاء الله الجزء الخاص بالإنشاء. وكالعادة هنبدأ الأول حاجة نظبط السيستم أو البروسيجر بتاعنا اللي احنا هنمشي عليها. اول حاجه بفتح برنامج الريفت. في الجزء احنا شغالين على فيرجن 22 التحديث رقم 1.1 عشان خاطر هنستفاد منه في بعض الادوات اللي انا بصدر بيها البرامج التحليل الانشائي اللي احنا هنتكلم عنها باذن الله تعالى. طيب، اول حاجه بعملها عندي في جزء بتاع المودلز والجزء الخاص بالفاميليز. الفاميليز اللي احنا بنصنفها يا باشمهندسين زي البلوكات في الاوتوكاد كده، يعني انت مثلا عايز ترسم طاوله زي دي، عايز ترسم مثلا فاميلي عشان تعمل بيها تسليح، يعني بالظبط كنا بنتكلم عليه على بلوك بالظبط. وبالنسبه للمودلز ده بقى اللي انا هبدا اشتغل عليه. فانا بقى اول حاجه بقول له نيو، انا هبدا نيو موديل من اول وجديد. بختار حاجه اسمها تمبلت. يعني ايه تمبلت يا باشمهندس؟ يعني دلوقتي اسطمبه او حاجه جاهزه فيها الاعدادات بتاعتي. يعني مش كل مره، مثلا على سبيل المثال، مش كل مره هفضل اعرف البارامتر الخاصه بالتسليح، مش كل مره هفضل اعرف انا عندي كام شيت. الكلام ده كله في بعض الحاجات اللي انا محتاجه موجوده جوه البرنامج. مش كل شويه هفضل اضيف الفاميليز مثلا بتاع التسليح، الفاميلي بتاع الهولو بلوك، ايا كان الفاميلي اللي انا عايزه. فانا ببدا اعمل لنفسي تمبلت اسطمبه زي بالظبط لما بتيجي تشتغل على الكاد. انت ما بتبداش الكاد من الصفر، مش بتروح تجيب كده الكاد ملف فاضي وتبدا تشتغل عليه. لا، احنا بنشوف اسطمبه الشركه شغاله عليها او تمبلت الشركه شغاله عليها في الدايمنشن ستايل، فيها البلوكات بتاعتنا اللي احنا بنستخدمها، فيها كل حاجه. نفس الفكره هنا بالظبط. انا بعمل تمبلت او بعمل اسطمبه لنفسي عشان ابدا اشتغل عليها. فانا بقول له من هنا كده براوز، بروح من هنا كده اجيب حاجه من التمبلت من الانجليش. المسار بتاعها موجوده في السي يا باشمهندسين. السي بروجرام داتا، لازم تظهر المخفي عشان البروجرام داتا تظهر معاك، او تكتبها. تكتب فوق كده في السيرش بروجرام داتا اوتو ديسك ار في تي 22 او ايا كان الفيرجن انت شغال عليه تمبلت. انا هختار الانجليش تمبلت، واختار من هنا حاجه اسمها ستراكشر اناليسيس ديفولت متريك. هو ده اللي انا هبدا بيه من التمبلت بتاعتي. هو الاوبن، واختار من هنا يكون حاجه اسمها بروجكت وحاجه اسمها بروجكت تمبلت. خلينا نبدا الاول في حاجه اسمها بروجكت تمبلت. يعني ايه بروجكت تمبلت؟ يعني انا عايز اعمل لنفسي تمبلت جديده فيها، مش بادئه من الصفر، لا بادئه من الاعدادات بتاع التمبلت اللي اسمها ستراكشر. يعني بمعنى، يعني انا قلت له بروجكت، انا كده هبدا مشروع، ان انا هبدا ارسم واطلع مشروع. لما بقول له تمبلت انا كده عايز اعمل تمبلت لنفسي، حاجه اسطمبه. طيب، التمبلت دي انا ممكن اقول له نن. لو انا قلت له نن دي معناه ان انا هبدا من الصفر. هفتح حاجه فاضيه خالص ما فيش فيها اي اعدادات. فانا بقى طبعا ما بعملش كده، انا بقول له حاجه اسمها ستراكشر اناليسيس ديفولت متريك، وبقول له حاجه اسمها بروجكت تمبلت. هيبدا يفتح لي شكل التمبلت اللي انا عايز اشتغلها، اللي انت عايز تعمل فيها اعدادات، ايه اللي انت عايز تعمله جواها، وايه اللي انت عايز تعمله بالظبط جواها. زي ما احنا بنقول لحضرتك، اول ما هتفتح كده هتلاقي فيه بعض الحاجات، زي مثلا ان هو راسم لك تو ليفلز. لو انت كنت مختار نان ما كنتش هتلاقي فيه البلانات دي، كنت هتلاقي فيه فيوهات هنا. لو انت مثلا على سبيل المثال حبيت تروح ترسم مثلا استراكشر كولم، هتلاقي في التاب بتاع الاستراكشر تيجي ترسم، هتلاقي فيه فاميلي مثلا عاملها لك للحديد، وفاميلي للكولم موجودين بالفعل يعني. تمام. فدي الفكره، ان انا بستخدم من حاجه موجود فيها بعض الاعدادات. اول حاجه بعملها يا باشمهندسين ببص على التمبلت اللي عندي هنا. باول حاجه بظبطها عندي هي الفيو، ان انا بعمل حاجه اسمها ترتيب للفيوهات بتاعتي. انا شغلي زي ما احنا اتفقنا يا باشمهندسين بيكون فيه اكتر من حاجه. يعني ايه في اكتر من حاجه؟ يعني على سبيل المثال ممكن في عندي بعض البلانات اللي انا عايز اشتغل عليها وركينج. يعني مثلا على سبيل المثال عندي كذا كولم اهوت، فانا عايز اعمل بلان اسمه وركينج. يعني ايه وركينج؟ يعني ايه اقعد العب فيه براحتي، ارسم كاميرا هنا. مثلا عايز اعدل شيء معين، الكلام ده كله. فانا بعمل حاجه اسمها وركينج برسم فيه كل اللي انا عايزه. وفي حاجه تانية اسمها دوكيومنتيشن. يعني ايه دوكيومنتيشن؟ ده بقى اللي انا هبدا اخرج فيه اللوحات بتاعتي والحاجات اللي هتروح للكلاينت. عشان كده اول حاجه لازم نظبطها ان انا اظبط للبروجكت براوزر بتاعنا. طيب، هتعمل الكلام ده ازاي يا باشمهندسين؟ بروح على التاب اللي اسمها مانج، ده اسمه الريبون عندنا يا باشمهندسين. الريبون ده اسمه حاجه اسمها البروبرتي بانل، ده اسمه البروجكت براوزر. لو حاجه من دول اختفت بالغلط كده، انت قفلت ده مثلا، بتروح على التاب بتاع الفيو، يوزر انترفيس، بتختار اللي انت عايزه، ادي بروجكت براوزر، النافيجيشن، البروبرتي، كل اللي انت عايز تقدر تضيفه بمنتهى السهوله. دي بس كانت معلومه سريعه. طيب، بروح على قائمه مانج، بعمل حاجه اسمها بروجكت بارامتر. حاجه اسمها مين؟ بروجكت بارامتر. تمام بالشكل ده. والافضل نخليها حاجه اسمها شيرد بارامتر. ايه هي شيرد بارامتر؟
هنفهم مع بعض، بس خلينا الاول نتكلم ان ده حاجه اسمها شيرد بارامتر. حتى بص هو اوتوماتيك، هو عامل بعض الايه الحاجات اهوت اللي احنا ايه بستخدمها انا اصلا بالفعل يعني. طيب يعني ايه يا باشمهندسين؟ يعني ايه يبقى عندنا حاجه اسمها شيرد بارامتر؟ الشيرد بارامتر دي يا باشمهندسين هي عباره عن مجموعه من الاعدادات او مجموعه من البارامتر انا عايز اوصف حاجه معينه. يعني على سبيل المثال عايز اقول للبرنامج انا عايز اكتب حاجه معينه، انا عايزك ترتب لي حاجه معينه. فهي عباره عن بارامتر. وليه بختار ان هي تكون شيرد؟ شيرد عشان اقدر استخدمها من مشروع للتاني. يعني انا بعد ما اخلص الكلام ده مش كل ما اجي افتح مشروع هقعد اعمل بارامتر جديده واقعد اتعب قلبي. تمام. فانا باجي من هنا بعمل كرييت جديده خالص من هنا. بتكون حضرتك سيادتك مثلا عامل فولدر مثلا على سبيل المثال عندك اسمه ريفت بارامتر ريفت، وبتكون معرفه ان اسمه بارامتر. فانا هاجي من هنا هقول له ده اسمه بارامتر، بارامترز بالشكل ده. وهديله هنا تايب مثلا البارامتر دي هسميها structure بارامتر بالشكل ده عشان يبقى كلهم مع بعض. هديله جروب بقى من هنا كده. انا عملت هنا فولدر كده، انا عملت التكست فايل هيبقى فيه كل حاجه. هعمل جروبس بقى. اول جروب هعملها وليكن اسميه اورجانيزيشن، او هسميه مثلا الترتيب بتاعي او اللي انا عايزه اورجانيزيشن. انا عايز ايه؟ ده كده الجزء الخاص بالترتيب والهندله بتاع المشروع بتاعي الاورجانيزيشن. هبدا بقى اعمل البارامتر بتاعتي من هنا. وليكن اول حاجه اعمله، اول بارامتر اعمله اسميه وليكن على سبيل المثال فيو تايب، او ممكن نسميه زي ما انت عايز. انا عايز مثلا اخليه حاجه ترتيب، اخليه مثلا وليكن شيت، او اخليه شيت فولدر، او اخليه فيو تايب. خلينا فيو افضل. فيو دايما اندرسكور دي تكتبها افضل بدل ما بتعمل سبيس. احنا دايما بنحب نعملها كده، بنحب دايما البارامتر نخليها كلها كابيتال كده. ولو حابب اكتر ممكن تعرفها في الاول، او خليها فيو تايب مثلا بالشكل ده. خليها تبع كل الديسيبلين. يعني انا دي هحتاج، انا ممكن اعدل الفيوهات دي مثلا، استخدم البارامتر ده في الاستراكشر، في الالكتريكال، في اللي انا عايزه. بس اختار التايب بتاعه يكون اسمه تكست. يبقى احنا عندنا فيو تايب وبعد كده ايه تكست بالشكل ده. اوكي. طيب كده انا عرفت بارامتر البرنامج. بقى عشان يفهم البارامتر ده لازم ارجع لحاجه اسمها البروجكت بارامتر. لازم اعمل له اد عشان اضيفه جوه الايه البروجكت بتاعي بالشكل ده. هروح اختار الشيرد بارامتر اللي انا لسه معرفه، هقول له من هنا سيلكت اللي هو ايه الفيو بارامتر اللي انا لسه معرفه. هو اوتوماتيك فاهم ان نوع تايب، نوع انستنس ولا تايب. يعني ايه تايب؟ تايب يعني هيغير اي حاجه نفس النوع. يعني مثلا على سبيل المثال عندي 4 فيو، هيغير في كل الفيوهات. فانا بعمل انستنس عشان لو عايز اغير الفيو ده غير ده. يعني على سبيل المثال لو انا اخترت تايب كل الفيوهات دي كلها هتاخد نفس البارامتر. انا مش عايز كده. انا عايز كل فيو لوحده يكون على حده. ده مثلا هوديه ستراكشر، ده هوديه اركتكشر، ده هحط في الدوكيومنتيشن، ده هحطه مش عارف ايه. يبقى انا اعدل براحتي. هنزل من هنا هضيفه في الجزء الخاص بالشيتس والفيوز، عشان برضو ايه هستخدمه برضو في الشيتس بنفس الكلام. هختار من هنا ادي الفيوز وادي ايه الشيتس بالشكل قدامنا ده كده، واقول له ايه اوكي. هروح من هنا على البروجكت براوزر وابدا من هنا اقول له رايت كليك، هقول له بروجكت اورجانيزيشن. هبدا اعمل نيو جديده وليكن من هنا كده هسميها ستراكشر، او اخليها اي جي مثلا على سبيل المثال اسم المشروع بتاعك. انا سميت المشروع اسلام جميل مثلا. ومثلا المشروع بتاعك اسمه اوفيس، تكتب هنا اوفيس بيبقى له كود معين، تكتب الكود وتحدد انت عايز تعمل ايه. اول حاجه بختار الاورجنايزيشن زي ما احنا قلنا حضرتك يا باشمهندس، بختار حاجه اسمها الفيو تايب عشان نفهم مع بعض. ادي الفيو تايب. واخلي الترتيب بالاسوشيتد ليفل. يعني ايه بالاسوشيتد ليفل؟ يعني مش بالنيم. النيم ممكن مثلا انا اكتب اعمل ليفل جديد اسمه ليفل 3 تحت ليفل 2 ماشي. يعني مثلا على سبيل المثال خلينا نقول له اوكي ونختار ده كده عشان نشوف ايه اللي هيحصل. انا ممكن اعمل من هنا كده يا باشمهندسين، اروح على سبيل المثال ادي الراجل ده بتاعنا من هنا كده. ممكن اعمل من هنا كده ستراكشر ليفل جديد اهو. هو الليفل اسمه ليفل 3 عادي خالص اهو ليفل 3 صح، ولكنه تحت ليفل 1. فانا لو ما كنتش عملت الجزء الحته بتاعت اللي هو اللي اسوشيتد خليتها باي نيم مثلا زي ما هي كانت الفيو نيم، خلاص هتلاقي بقى اسم ليفل 3. شايف ليفل 3 بقى قبل ليفل 1 وليفل 2. عشان كده احنا ما بنختارش ايه بالنيم، احنا بنختار بالاسوشيتد ليفل من هنا كده. اسوشيتد ليفل بالشكل ده اهو. فده كده اول ترتيب موجود عندي اهو بالشكل ده كده. بس هلاحظ ان البلانات مع الاليفيجن مع كل حاجه الدنيا بايظه خالص. فلا اروح رايح تاني هقول له بروجكت براوزر اديت. اول حاجه رتب لي انا اسف فاميلي اند تايب، يعني خلي لي كل فاميلي وتايب لوحده.
او خلي لي بعد ده فاميلي اند تايب. تعالوا نشوف اللي هيحصل. فالراجل شايف من هنا كده اهو عمل لك الكلام المحترم قدام حضرتك ده بالشكل ده. هروح بقى على سبيل المثال، هروح مثلا وليكن ليفل 1 ده، هروح على الفيو تايب على سبيل المثال، هسميه ده خاص بالوركينج. انا دلوقتي لسه ايه شغال بالشكل ده، هتلاقي فيه هنا ادي الوركينج. هاجي اعمل منه دوبليكيت مثلا، دوبليكيت بالشكل ده، واخلي ده تبع مثلا الدوكيومنتيشن. شايفين يبدا يروح في الدوكيومنتيشن. يبقى انا هنا اقدر اعمل اللي انا عايزه، شايف في الدوكيومنتيشن ابدا ارسم، اعمل اللي انا عايزه بالشكل اللي قدام حضرتك ده. يبقى انا كده ظبطت الفيو تايب بتاعي، خليته زي ما انتم شايفين كده، الجزء الدوكيومنتيشن راح مع الدوكيومنتيشن، الجزء اللي كذا راح مع الكذا، وكل نوع تبع الفاميلي اند تايب بتاعته بمنتهى السهوله يا باشمهندس. بنفس الاسلوب هنا الشيتس، هرجع من هنا اقول له براوزر اورجانيزيشن نيو، اسميه كده اي جي، واسميه ستراكشر بالشكل ده. هبدا من هنا كده برضه اقول له الاورجانيزيشن تبع حاجه اسمها ادي الفيو تايب بالشكل ده، والشيت نمبر طبعا يعني، واختار من هنا بالشكل ده. هاجي اروح مثلا اقول له نيو شيت، طبعا احنا لسه هنتعلم الشيتات والكلام ده كله، ده شيت جديد. اول حاجه بختاره لازم في الفيو تايب بتاعه في التكست اكتب بقى هو تبع ايه، وليكن ده مثلا هنصنفه تبع مثلا، احنا بيبقى عندنا كذا حاجه، في عندنا مثلا البلانز، في عندنا الجزء الخاص بالاليفيجن، السكاشن، الكلام ده كله. فانا ممكن اقول له مثلا ده البلانز بالشكل ده. شايفين راح للبلان. في عندي حاجه كمان يا باشمهندسين، حاجه مهمه جدا جدا، ممكن جوه الوركينج ده اصلا بيكون في عندي بلانات خاصه بالستيل مثلا، بلانات خاصه بالكونكريت، فانا عايز اعمل تصنيف تاني. فمنتهى السهوله اروح على قائمه مانج، هنفهم مع بعض دلوقتي تاني. شيرد بارامتر هخليه تبع الاورجانيزيشن، هقول له حاجه اسمها سب فيو تايب بالشكل ده، سب فيو تايب، واختار التايب بتاعي يكون تكست من هنا عادي خالص جدا، واقول له اوكي. بقى عندي حاجه اسمها سب فيو تايب، هروح برضو هنا البروجكت هضيفه جوه المشروع اللي اسمه شيرد بارامتر اللي اسمه السب فيو تايب. من هنا كده تكست انستنس، هختار من هنا كده الفيوز، واختار الشيتس بمنتهى السهوله هنا كده، واخفي الباقي لو انا عايز اخفي الباقي عشان ايه اعرف هو تبع ايه بالشكل ده. هقول له اوكي، اقول له اوكي، ادي البارامتر انضاف عندي. هروح للبراوزر اورجانيزيشن تاني، اديت، هاجي من هنا هضيف حاجه اسمها السب فيو تايب، ادي الفيو تايب اهوت، في حاجه اسمها السب فيو تايب، وما انساش الفاميلي اند تايب بالشكل ده اهو. فاجي من هنا اقدر من وركينج، شايفين جوه الاستراكشر بلان الراجل برضو بيقول لي انت عايز ايه جوه الاستراكشر بلان بالشكل ده. بصوا الافضل، معلش معذره، ان الافضل ان نخلي هنا الفاميلي اند تايب، فاميلي اند تايب عشان خاطر ما تظهرش الاستراكشر بلان تحت هنا كده، الفيو تايب، وبعد كده السب فيو تايب بالشكل ده، اقول له اوكي. شايفين هنا الاستراكشر بلان عندي خالص بمنتهى السهوله، دوكيومنتيشن بالشكل ده، الوركينج بالشكل ده. اقدر اختار مثلا الليفل ده، واقول له مثلا انت من ضمن السب فيو مثلا اقول له ده رقم واحد ده كونكريت اندرسكور بلان بالشكل ده. اي حاجه عايز تصنفها بقى تعمل منه دوبليكيت وتخليه تبع الستيل، وهكذا. نفس الكلام هنا برضو تقدر تعمل برضو تصنيف مثلا، وليكن على سبيل المثال ده هيكون خاص مثلا بالكونكريت، وخليه تحته كده تصنيف تاني اللي هو ايه مثلا، وليكن على سبيل المثال اهو، ممكن اجي من هنا برضو خلي ده مثلا اوكي، شيت جديد كمان. هاجي من هنا براوزر اديت، اختار من هنا يكون سب فيو تايب من هنا كده اهو، واجي اختار مثلا ان ده مثلا وليكن على سبيل المثال يكون تبع الكونكريت واحد مثلا على سبيل المثال كونكريت. المشروع بتاعك مثلا فيه كونكريت وفيه ستيل، ومثلا ده تبع البلانز، البلانز اكتبها بقى صح هتظبط معاك بالشكل ده، وهكذا يا باشمهندسين. يبقى انا كده ايه قدرت اظبط البروجكت اورجانيزيشن بتاعي في نقطه مهمه جدا جدا عشان نبدا بيها المشروع. اول حاجه بعد كده تروح تعمل الفايل سيف از، وتعملها سيف از ا تمبلت، لان انا دلوقتي شغال جوه تمبلت ماشي. خليها هنا برضو بتعمل فولدر في البروجكت بتاعك بتسميه ار اف اي اللي هو خاص بالفاميليز، وتعمل التمبلت بقى تعمل فولدر تسميه تمبلت بالشكل ده، وتسميه مثلا structure template بالشكل ده. تبدا ايه تسيف فيها كل الشغل بتاعك اول باول، وبعد ما تخلص تضيف بارامتر جديده تقدر ايه تسيفها وتشتغل بيها عليها بمنتهى السهوله.